سلامات وتحياتي للجميع. الكابوس اللي كان عم يعيشه بشار الأسد تحول في الحقيقة إلى واقع، وفينا نقول إنه هذا الكابوس ثلاثي الأبعاد. يعني كابوس بثلاث جوانح. هو أيضا كابوس للخامنئي، كابوس لحزب الله ولبشار الأسد. الثلاثة اليوم يعني عم يعيشوا يوم حزين جدا ومقلق جدا بعد فوز دونالد ترامب مرة ثانية بانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن هي أول مرة بحياة الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابية إنه في رئيس بيطلع فترة، يعني بيخسر بعد الفترة الأولى لرئاسته، بيخسر وبيجي غيره وبرد بيترشح وبرد بيربح. جوهر هذا الكابوس متزامن مع الأحداث الحالية. يعني يمكن لو إنه الوضع السياسي في المنطقة عنا كان مثل أيام 2016 لما إجا ترامب لأول مرة، كان الموضوع شوي مختلف. ولكن نحن هلأ في إزاء منطقة ملتهبة جدا وفي إزاء تطورات خطيرة للغاية. طبعا في كتير مننا نحن العرب والسوريين كانوا بيتمنوا انه ترامب ما ينجح، لانه ترامب كارثة حقيقية كشخصية يعني، وكأسلوب حكم وكنوايا شو بده يساوي، باعتباره يعني ينتمي إلى اليمين ويساند اليمين المتطرف في كل أنحاء العالم، باعتبار علاقته أيضا الجيدة مع بوتين. هذا حيكون له انعكاسات طبعا كبيرة على أوكرانيا. أيضا بالنسبة لأوروبا الوضع كارثي ممكن يكون، لأنه ممكن أمريكا ترامب تشيل إيدها عن أوروبا وتحط أوروبا بمأزق حقيقي. ولكن هذا نحن كله ما لنا علاقة مباشرة فيه حاليا. نحن علاقتنا بتأثير نجاح دونالد ترامب على الوضع السياسي في سوريا في هذه الفترة بالتحديد، أيضا على حزب الله وإيران، لأنه كلهم حزمة وحدة. يعني الحقيقة ما بنقدر نحكي عن سوريا اليوم كبلد مستقل، ولا عن حزب الله كمنظمة أو تنظيم إرهابي مستقل، ولا عن إيران كدولة مارقة وإرهابية مستقلة. هدول كلهم باكت واحد، محور واحد، ومحسوبين على بعض. هلأ الحقيقة يعني إنه نظرة العرب والسوريين إلى الديمقراطيين على أنهم هن أكثر يعني اعتدالا وممكن يكونوا أفضل للقضية السورية، هذا أثبت الزمن أنه كلام غير صحيح على الإطلاق، رغم خطورة ترامب ورغم القرارات الخطيرة اللي ممكن يتخذها بحق أي حدا من حلفائه. ولكن بالنهاية بيضل بالنسبة للسوريين واضح أكثر بكثير من الديمقراطيين، لأنه كاميلا هيرس مدري شو هي اللي كانت مرشحة للانتخابات، هي تلميذة أوباما مهندس العلاقات الإيرانية الأمريكية والداعم الأساسي لإيران في المنطقة، واللي أساساً تعامل مع إيران على أنه الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية. والمشكلة السوريين الحقيقية على فكرة، ويمكن هذا الموضوع بيعرفوه كثير من الناس، مشكلة السوريين اللي وصل السوريين لهون هي سياسة أوباما الملتوية اللي غررت بالشعب السوري. وكان على مدار سنوات يطلع كل يوم يقول إنه أيام الأسد معدودة والأسد يجب أن يتنحى، فيما هو كان عم يدعم إيران والمشروع الإيراني، وكان عم يكذب على الشعب السوري ويخدع الشعب السوري. وحتى ما كان عنده مشكلة إنه الأسد يطلع منتصر عليه بالنهاية. يعني تخيلوا إنه الأسد انتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وما صار هذا الكلام اللي كان عم يتوعد فيه أوباما. هلأ بالنسبة لترامب، أولا المسائل متأزمة جدا 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 بالشرق الأوسط. ترامب ضد إيران وضد أي اتفاق مع إيران. أيضا ترامب
ضد حزب الله بشكل كبير جدا، ومناصر لإسرائيل في كل ما تفعله. على العكس رح يكون الدعم الأمريكي لإسرائيل أكبر بكتير. وهي بقى نحن بلحظة ملتهبة حقيقة. يمكن كانت نتنياهو في عنده عقبة باستكمال مشروعه، هو عقبة الديمقراطيين، لأنهم عم بيفرملوا كل الحالات يلي عم بيحاول نتنياهو يصعدها ضد إيران تحديدا. اليوم هذا العائق تم إزالته. إذن نحن في مرحلة في بداية مرحلة خطيرة جدا على إيران، لأنه إسرائيل تعهدت تماما بإزالة كل أزرع إيران في المنطقة، وأهم حزب الله. وأيضا بعتقد حتكمل للحوثي والميليشيات العراقية أيضا المناصرة لإيران. وهلأ صار التوقيت مناسب جدا لضرب إيران ذاتها. ما عاد في ديمقراطيين يدافعوا عن إيران أو يتوسطوا إسرائيل من شان تخفف عن إيران أو ما تشتبك معها أو ما توجه له ضربة حقيقية وضربة مؤذية فعلا. هلأ بالنسبة لوضع الأسد، أصعب لحظة في حياته طبعا، أكثر مرحلة بمر فيها بنفق مظلم جدا. أنا بعتقد أنه من المفروض إذا الأسد عنده شيء يعني من الوعي السياسي، من الفهم السياسي، لازم يفهم الرسائل جيدا. أنه ترامب رح يكون مع المشروع الإسرائيلي من الألف إلى الياء، والمشروع الإسرائيلي غالبا رح يصطدم بموضوع ارتباط الأسد بإيران. فبالتالي من ضمن الإزالات اللي بدها تعملها إسرائيل، هي ما مستهدفة الأسد لغاية الآن، ولكن الأسد يبدو أنه صار عبء كبير جدا حتى على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ترامب بفترة رئاسته الأولى صفى قاسم سليماني، واعتبر أنه هذا فتح يعني جديد، واعتبره انتصار كتير كبير يسجل في رصيده وفي سجله. اليوم ترامب أيضا عم يبحث أو رح يبحث، وكان أساسا بالمخطط أنه يسبب أذى حقيقي لبشار الأسد لحتى يظهر كحدا مختلف متغير غير الديمقراطيين تماما، بينتهج سياسة واضحة ورجل قادر على تنفيذ وعوده بشكل غير ملتوي، بشكل واضح وصريح. وهذا اللي عم يبحث عنه ترامب في الحقيقة. اليوم لا مصلحة لترامب في دعم بشار الأسد أو التغطية عليه، يعني حيسحب الغطاء الأمريكي. في الحقيقة الغطاء الأمريكي حينسحب من بشار الأسد وحيبقى ظهره مكشوف للريح. اليوم نحن بنعرف أنه بشار الأسد محاصر من كل الجبهات ومن كل الجهات، ومحتاج فقط هاي القشة اللي حتكسر ظهر البعير أو اللي حتنهي هذا البعير الحقيقة. ويبدو أنه هاي القشة اليوم صارت موجودة في الهواء، عم تلوح في الهواء وناطرة بس التوقيت المناسب. يبدو أنه كوابيس الأسد اليوم رح تتحول بشكل حقيقي إلى واقع. في تغيرات كتير كبيرة لازم تشهدها المنطقة، ووصول ترامب مرة تانية بهي الطريقة إلى الحكم يعني أنه هذا المشروع اللي كلياتنا كنا عم نراقب تلامحه وتكونه، أنه هذا المشروع رح يكتمل. ترامب بالتأكيد ما هو بياخد كل القرارات فيما يتعلق بالشأن العام العالمي في
القوى الخفية يعني يلي بتخطط ويلي بتتخذ القرارات، ولكن يبدو أنه هي القوى نفسها ارتأت استكمال هذا المشروع اللي هو تنظيف الشرق الأوسط من حسالات إيران وحسالات حزب الله، والأسد يعتبر أيضا جزء من هي الحسالة. فاليوم بعتقد أنه بشار الأسد ضاق عليه الخناق كثيرا، لأنه لا عم يقدر يحل جوا، ولا عم يقدر ينسق علاقاته برا، ولا عم يقدر يلاقي نقطة توازن. شو بده يقدم اليوم للأسد لترامب لحتى يطلع من الموضوع؟ ما ضل عنده شيء، قدم كل شيء أساسا، باع كل شيء، باع الأراضي، باع الأماكن الحيوية بسوريا، ما ضل عنده شيء يبيعه لترامب. وترامب بتعرفوا تاجر بالنهاية يعني، ومصلحته مصلحة أمريكا رقم واحد. فبالتالي لم يعد لدى الأسد ما يقدمه اليوم لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أيضا لإسرائيل، لأنه أعطى إسرائيل كل ما تريد وصفى ورقة في مهب الريح. إذا نفذ الأسد هي المرة، إذا نفذ، معناته نحن في مرحلة سيئة جدا، وفي كابوس جديد حيعيشه السوريين بعد كابوس 13 سنة. ولكن المؤشرات كلها رايحة باتجاه إنهاء دور خامنئي وحزب الله والأسد أيضا وكل الميليشيات التابعة لهذا الحلف. نتمنى أنه يكون انعكاسات نجاح دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية هي المرة له أثر حقيقي وفعال على القضية السورية، وهذا هو المتوقع، وهذا هو في الغالب اللي رح يصير. تحياتي.